علي شنو رأيك بالبيت؟ البيت؟ طبعا حلو وكبير ويخبط، وانا اقول لك من زمان اهلي عندهم فلوس ومتمكنين، بس انت مصر تعيشني بذيك الذله وذاك الخرابه. اي خوش بيت خوش بيت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هلا حسون. هلا عيني. هلا عيني شلونك؟ شلون غسل؟ شلون صحتك؟ الحمد لله. انا رايح للشغل ومعزوم من هناك، خاف تحتاجين شيء، علي يحتاج شيء، بس خابروني انا ادزكم معي بالتاكسي. سلامتك عيني، ما محتاجين شيء، اذا نحتاج شيء راح ندز. يعني ماكو اي شيء؟ لا لا ما محتاج. سلامتك. يلا لا عاد خذ راحتكم، انا ان شاء الله. ان اترخص. شاء الله. في امان الله. هلا عيني. هلا. علي انت ايش تاليها وياك؟ هذا طبعك ابد ما تغيره؟ هاي شو صاير؟ يعني شكو وش صاير؟ يعني ما تدري شكو صار من اجى اخويا ودخل وسلم، يعني بتكذب حتى ما قمت له. إيه ليش مو سلمت عليه؟ شلون سلمت عليه؟ ايش وقت هات تليفونك وتقلب وتكنك؟ انت يعني شنو نسيت الخراب اللي احنا عايشين بيه؟ فوق ما قاعدين ببيته فوقها ما تحترمه؟ يابا ترى ما حكيت شيء، ترى انا ما سويت شيء. لا شلون ما سويت شيء؟ بس انت متعود على الخرايب، ما تصير لك ترى وناكر المعروف. استغفر الله. غساق غساق. ها علي. ها عيني، انا رايح للسوق وذن الغراض اللي وصلتني بيهن كنت راح اجيبهم. اي طبعا تجيبهن، عاد معتمد على من ومن يجيبهن؟ مثلا اخويا يجيبهن؟ ايش بيه؟ صديق كذي. هلا غساق. هلا حسين. الله يساعدك. الله يساعد حيلك. رحم الله دش الغراض اللي قلتي لي عليهن جبتن الك وجبت لك فوقها زياده. مشكور والله، جايين تعبك هوايه. لا خيتي صدقك كذي، انا اخوك وهذا بيتك، وانا قلت لك قبل وارجع اقول لك شنو تحتاجينه انا بخدمتك، كان انت وكان زوجك علي. علي؟ خدمتكم انا. والله ما اعرف شلون اجازك، يعني انت هواي جاي تتعب ويانا فوق ما قاعدين بالبيت، جاي تركب بالصغيره والكبيره. لا هذا بيتك وانا اخوك وهذا حلالك وحلال وحلالك ان شاء الله ماكو فرق، وانتم اثنينكم اخوتي انت وزوجك. خلاص يلا انا راح اطب جوا. يلا في امان الله. علي وانا ايش دمرني غير علي؟ وين كنت عايشه؟ وين هسه؟ من شغله حسن. غسقه شلونك؟ خير شو واقفه هنا برا؟ شلوني وشو واقفه هنا برا؟ وين الغراض اللي وصيتك عليهم؟ شو جيت ايد ورا وايد قدام؟ نسيتين، هسه راح اروح اجيب من وجهي. تعال اخويا جاب كل شيء زين، معتمد انت عليه بالصغيره والكبيره، خلي بالك حتى هاي الملابس اللابسه هي من خير اخويا. لا اله الا الله، ايش بيها؟ من جيت لحد هسه تعاملها وياي مو زين. اللهم صبرك يا رب. أنا آسف وأعتذر من عندك، بس والله ما كنت متقصد، يعني تدرين شوية صارت عندي كم شغلة ونسيت، وأوعدك منا وجاي إن شاء الله أي شيء تريدينه أوفره لك. لا آسف ولا تعتذر، خلي اعتذارك إلك، أنت مو صوتك صوتي أنا جبتك هنا، طبعا تنسى، وين شايف هذا الدلال والعز وقاعد ومرتاح؟ وين شايف؟ أنا أعتذر، بس هالمرة مو من عندك، أعتذر من نفسي، لأن ذليتها كلش هواي من وراك. زين؟ ما كنت أتوقعك هيجي، عبالي تحبيني، بس للأسف عليك. خلي الدلال إلك والعز إلك وأنا رايح. غسق قومي. كل الحكي اللي بينك وبين علي سمعته بالحرف الواحد، مع كل الأسف عليك، ما توقعت أختي هيك تعامل زوجها. زين تسألي السؤال، أبوي لو عايش الله يرحمه كان قبل بهاي تصرفاتك؟ أنا علمتك بهاي التصرفات؟ قولي لي إحنا ربيناك هيجي، علمناك هيجي، تصيحين وتناثرين على زوجك، وإذا جاء يمي هو بمثابة أخوي
بس والله يا غسر، والله ما دام تعاملين زوجك بهيجي وذالته وتعايرين بيه من هاي اللحظه، انا حتى اخت هيجي ما اريد، افتهمت لو لا؟ وما لي دخل بكل شغله تعنيش. خوش تروحين تحتضرين من عنده وترجعينه بكرامته مو تذلينه، افتهمت لو لا؟ الله يساعدك، عساك ما تعبت. هلا بالغالي، هو اللي يشوفك تعب. هلا بالغالي يا عيوني انت. الله جابش هم زين جيتي، جايب الشغله تحبيها. شنو؟ جبت هاي المعجنات اللي يلا تعال نقعد، تعال. نسينا ارواحنا نفكر بالفلوس. يا هلا بالغالي، هلا بعيوني. انا اتعب، انا من اشوف شروق كل التعب ومستعد اشتغل بالشمس من الصبح لليل على طبعا هذا الوجه بدور الدنيا والله تحير كل شي بينا